عملت ثريفت شوبينج لاول مره في حياتي. اللي فيكم ما يعرفش انا ريكفرنج شوبaholic او كان عندي مشكله في شراء الحاجه، والحمد لله انا اتعالجت وبقيت كويسه، ما بشتريش حاجات كتير. حتى والله من ساعه ما جيت هنا انجلترا انا كويسه قوي على فكره والله. وانا مش من نوع الناس اللي بتحب الثريفت شوبينج، لان انا بلاقي قطعه واحده بس ويا مقاسي يا مش مقاسي، ومش ضامنه ان دايما حاجات تعجبني. مش عارفه يعني ما بحبش الثريفت شوبينج قوي، وبحس ان الموضوع اوفرويلمنج وستريسفul وبيجيب لي انكزايتي. بس واحده هنا صاحبتي قالت لي بصي يا رنا الصراحه في Y2K هول سيل اندر جراوند وير هاوس هيعمل اوفر كل حاجه اقل من مش عارفه كام. قلت لها ماشي هاجي معاكي، ويا ريتني ما رحت لاني جبت كل الحاجات دي وهعمل لكم هول دلوقتي. بس شوفوا المنظر كان عامل ازاي. يلا نبتدي. اول حاجه السكيرت دي بس بفكر اخليها فستان، مش عارفه اشرح لكم ازاي، بس هيبقى سومبرتال وهضيقه من عند الوسط وهيقلب دريس بدل سكيرت. بصوا الوانها يا جماعه عجباني قوي. نفس الحاجه مع السكيرت دي عايزه برضو احولها لفستان، هيبقى سومبرتال متضيق. التريز دي قديمه قوي عشان هو فينتج هول، بس جماعه بجد انا مش شبه اي حاجه عندي فمبسوطه قوي. جبتكم هنا في الاوسع جماعه، بصوا الفستان ده عجبني قوي قوي. عايزين نعمل تراي اون هول. جماعه التوب دي خطيره، لسه مش عارفه البسها ازاي بس I like it so much. بصوا التريز اللي فيه عامل ازاي اصلا و it's so heavy. حاول اظبط الواني عشان عملت color analysis، ففي التوب دي كمان، والجو هنا في انجلترا ابتدى يحرر. هو plain قوي ولازم ازود له حاجه عشان تنطقه. مش عارفه انتوا خدتوا بالكم ولا لا، بس انا والشيفون بستيز، يعني انا والشيفون بنحب بعض حب مش طبيعي. السكيرت دي يا جماعه عجبتني قوي وطلعت ديزجوال، وانا جبتها مش قادره اصلا اقول لكم بكام. ده طويل حبتين برضو، شيفون واسود ومتطرز، مش عارفه اوريهولكوا ازاي ولا اشرحهولكوا ازاي، ولسه مش عارفه هيتلبس فين، بس برضو I like it so much. ده من اكتر الفساتين اللي عجباني اللي انا جبتها يا جماعه، لان هو محسسني ان احنا رجعنا لل20. ايه ده؟ I like it so much. انا عارفه انا مش كل الناس ذوقها واحد، بس انا عاجبني الفستان ده قوي، مش قادره اشرح لكم بجد، نفسي اجربه. واخيرا وليس اخرا الفستان ده برضو I think it's so cute، محتاج يتكوي بس it's so sweet، مش عارفه حاساه ساندرس جميل كده. ودي كل حاجه I thrifted. قولوا لي لو عايزين تشوفوا try on haul، اجرب كل الحاجات دي البسها نشوف شكلها عامل ازاي، ناقصه ايه، ممكن نظبط فيها ايه، لان انا I'm planning on برضو tailoring الحاجات عشان تبقى قدي او my size او جايه على مقاسي بالظبط. دي اول تقريبا اخر مره هعمل thrift shopping، لان بجد الموضوع كان stressful و overwhelming، وكل الناس بتحاول تمسك كل حاجه وكل حاجه على الارض. لو thrift shop لوحده كده بعيد ممكن اروح ادور فيه، انما لو event وكل الناس جايه وتذاكر وبتاع لا لا لا.